ياسين بونو الحارس العظيم أخطبوط إشبيلية، أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ المنتخب المغربي، وأبرز اللاعبين العرب والأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى. منتظم الأداء، حسن السيرة، بمسيرة لافتة انتزع خلالها بونو إعجاب جميع المتابعين للكرة الأوروبية، وأشاد الجميع بخصاله، رغم أن مساره الكروي لم يكن مفروشا بالورود، وامتحن مرارا خلال رحلته الكروية ليظهر كفاءته وينظف شبكه. في 5 من أبريل 1991 رأى ياسين بونو النور بالديار الكندية بعد أن هاجر والداه إلى كندا ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يقرر العودة لأرض الوطن والاستقرار بالبيضاء. بدأ الحارس الصغير رحلته الكروية في سن الثامنة بعد أن التحق بأكاديمية الوداد البيضاوي، ثم انطلق بالتدرج في الفئات الشابة للوداد بين 1998 و2009 قبل صعوده في 2010 للفريق الأول، لكنه عاش طويلا في ظل الحارس الدولي نادير مياغري حتى عام 2011 عندما حصل على فرصته أخيرا لتمثيل الفريق الأول بعد تعرض الحارس الأساسي إلى إصابة. كانت المرة الأولى للحارس البالغ 20 عاما آنذاك في التشكيلة الأساسية خلال المواجهة التي خسرها الوداد أمام النادي التونسي بهدف وحيد. ورغم البدايات الثقيلة التي لم يخف فيها أمال مدربه، عاد بونو ليلازم بنك البدلاء بمجرد رجوع المياغري من الإصابة، فلعب 11 مباراة فقط في ذلك الموسم. ياسين بونو الحارس العظيم أخطبوط إشبيلية، أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ المنتخب المغربي، وأبرز اللاعبين العرب والأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى. منتظم الأداء، حسن السيرة، بمسيرة لافتة انتزع خلالها بونو إعجاب جميع المتابعين للكرة الأوروبية، وأشاد الجميع بخصاله، رغم أن مساره الكروي لم يكن مفروشا بالورود، وامتحن مرارا خلال رحلته الكروية ليظهر كفاءته وينظف شبكه. في 5 من أبريل 1991 رأى ياسين بونو النور بالديار الكندية بعد أن هاجر والداه إلى كندا ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يقرر العودة لأرض الوطن والاستقرار بالبيضاء. بدأ الحارس الصغير رحلته الكروية في سن الثامنة بعد أن التحق بأكاديمية الوداد البيضاوي، ثم انطلق بالتدرج في الفئات الشابة للوداد بين 1998 و2009 قبل صعوده في 2010 للفريق الأول، لكنه عاش طويلا في ظل الحارس الدولي نادير مياغري حتى عام 2011 عندما حصل على فرصته أخيرا لتمثيل الفريق الأول بعد تعرض الحارس الأساسي إلى إصابة. كانت المرة الأولى للحارس البالغ 20 عاما آنذاك في التشكيلة الأساسية خلال المواجهة التي خسرها الوداد أمام النادي التونسي بهدف وحيد. ورغم البدايات الثقيلة التي لم يخف فيها أمال مدربه، عاد بونو ليلازم بنك البدلاء بمجرد رجوع المياغري من الإصابة، فلعب 11 مباراة فقط في ذلك الموسم، لكنها كانت كفيلة لتجلب له من العروض ما ينعرج بها بشكل كبير في مشواره. فانتقل في موسم 2012-2013 إلى أتلتيكو مدريد الإسباني تحت قيادة مدربه الأسطوري دييغو سيميوني، لكنه وجد أمامه صعوبات كبيرة ليلفت اهتمام المدرب الأرجنتيني في ظل وجود البلجيكي تيبو آنذاك في المرمى، ثم تعاقد أتلتيكو مع السولفيني يانو بلاك. وفي أعقاب موسم 2013-2014 وجد نفسه أمام حتمية الرحيل مؤقتا من العاصمة الإسبانية والانتقال في نطاق الإعارة لنادي سرقسطة بالدرجة الثانية. وبعد موسمين معارا إلى سرقسطة انضم بونو إلى نادي جيرونا في الدرجة الثانية بداية موسم 2016-2017، ونجح معه في الصعود للدوري الإسباني الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي، واستمر معه في الموسم التالي والذي حقق فيه انتصارا تاريخيا على حساب ريال مدريد، ثم قرر الانتقال إلى إشبيلية معارا من جيرونا مع أحقية النادي الأندلسي في تفعيل عقد الشراء نهائيا، وهو ما حصل بالفعل في بداية موسم 2020-2022، حيث قدم ياسين أفضل مستوياته مع إشبيلية في 2019-2022 وحقق لقب الدوري الأوروبي، وجعل النادي يوقع معه عقدا رسميا لمدة 4 سنوات إلى غاية 2025 ويصبح من أبرز الحراس في الدوري الإسباني. وفي فبراير 2021 دخل بونو تاريخ الدوري الإسباني بعد أن صمدت شباكه دون أن تلقى أي هدف
لمدة 557 دقيقة. وفي مارس 2021 سجل بونو هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة منقذا فريقه من الخسارة بعدما كانوا متأخرين بهدف، فدخل التاريخ مرة أخرى كأول حارس عربي يسجل هدفا في الدوريات الخمسة الكبرى، كما أنه تربع على عرش أكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكهم في أوروبا سنة 2021 ب 32 مباراة دون تلقي هدف، متفوقا على جميع الحراس في مختلف الدوريات الأوروبية. دوليا شارك بونو في 45 مباراة حتى الآن مع المنتخب المغربي، كان أولها في 14 غشت 2013 مع مدرب أسود الأطلس آنذاك رشيد الطوسي. وفي كأس العالم كان بونو ضمن قائمة أسود الأطلس لنهائيات روسيا 2018، لكنه كان احتياطيا للحارس منير. أما خلال نسخة مونديال قطر 2022 فسيكون الخيار الأول للمدرب وليد الركراكي، أول مسابقة دولية كبرى يخوضها بونو بطموح التألق مع المنتخب بعد موسم لافت في ناديه إشبيليا. فإلى أي حد سيحافظ بونو على نظافة الشباك المغربي خلال المونديال؟